مايكل كاريك غير سيستم مانشستر يونايتد. مش تعديل بسيط ومش خطة لماتش واحد وخلاص، ده تغيير هيكلي حقيقي ليه تأثيرات كبيرة على المدى الطويل. ايه اللي اتغير وايه ده معناه لمستقبله؟ يلا نبدأ ونعرف. زي ما متعودين تحت قيادة كاريك، الفريق كان متوازن بشكل كويس بالكورة، مع أفكار واضحة عشان يلاعب ضغط تشيلسي المان تو مان، وكمان يتأقلم مع وجود بروفايل باك يمين زي مزراوي وهو بيلعب قلب دفاع. بدل ال 4-2-4 المعتادة، كاريك استخدم 4-2-5. ايه الفكرة؟ هنفهمها دلوقتي. هيفن بيلعبها اللامنس الحارس، وماينو وكازيميرو واقفين قريبين من بعض على حدود ال 18. ماينو وكازيميرو مش بيلمسوا الكورة، بس دورهم مهم جدا عشان يخلوا ديلاب قافل عليهم. هيفن بيلعب اول باصة وبالمر بيبدأ يضغط. ديلاب لازم يستنى لحد ما ليمنز يطلع الباصة المزراوي قبل ما يقدر يضغط. طلوع دالوت لفوق على الخط بيثبت نيتو وراه، وده بيخلق مساحة زيادة لديلاب يغطيها، بس في نفس الوقت بيدي مزراوي وقت ومساحة أكبر إنه يدخل نص الملعب ويلعب كرة طويلة بجودة عالية. تفصيلة الكرات الطويلة بجودة دي مهمة جدا. ليه؟ عشان يونايتد طول الهجمة دي عنده مواقف واحد ضد واحد في الخط الأمامي. طب ليه ما يلعبوش عليها من بدري؟ عشان الجودة هتكون أقل لو مسافة الباص أطول والكرة هتفقد سرعتها. يونايتد كمان كان بيستخدم بشكل مستمر السيرد مان عشان يوصل للراجل الفاضي في البناء. مع لامنس بيجذب الضغط وبيستخدم الستة عشان يرجع عليه ويخرج من الضغط. او في اللقطة دي بالمر كان عامل شادو ماركينج على الستة بدل هيفن، وده عمل ممر باص مباشر من لامنس. من هنا هيفن بيدخل في المساحة وبيكسر الخطوط، وتقدر تشوف ازاي سيسكو بيثبت فوفانا، وده مخلي برونو فاضي بين الخطوط، وده بيحط تشيلسي في أسوأ وضع ممكن. دفاع في مساحات مفتوحة قدام برونو كونيا مبويمو سيسكو. فوق قدام يونايتد وصل للشكل المعتاد بتاعه 3-2-5. المرة دي بدلت على خط مختلف عن مبويمو، ولوك شو على خط مختلف مع كونيا. شو كان كتير بيبقى تحت ودالت هو اللي فوق، بس كاريك بيدي لعيبته حريه يحسوا بالمساحات. يونايتد بقى دايناميك جدا لما التوازن بيبقى مظبوط. بس الماتش ده ما كانش بيعتمد قوي على يونايتد بيعمل ايه بالكوره. اللي كان واضح من اول لحظه هو استخدام كاريك لل 4-2-4 زونال بريس بدل الدايموند بريس المعتاد منه. نفس السيستم اللي تنهاج استخدمه قدام سيتي في نهائي الكاس، او اللي السيتي بيستخدمه دلوقتي. تشيلسي لعب ب 3-2-5 مع كوكاريلا فوق وجوستو في اغلب الاوقات تحت، وده خلق طول الوقت لعبه اوتو وفور. تشيلسي بيبني بخمسه ويونايتد بيضغط باربعه، تشيلسي بيهاجم بخمسه ويونايتد بيدافع بسته، وده السبب الرئيسي ان تشيلسي سيطر على الكوره. تقدر تشوف ان ماينو وكازيميرو تركيزهم الاساسي على العشرتين بتوع تشيلسي حسب الموقف، مش انهم يطلعوا عالي يضغطوا على الارتكاز. بس خلينا نبدأ من مرحلة بناء اللعبة من تحت عند تشيلسي، ونمشي واحدة واحدة في الملعب عشان نقيم كل فريق في كل لحظة. تقدر تشوف تشيلسي بيبني من تحت ب 4-2-4، ويونايتد بيرد عليه بنفس الشكل 4-2-4. أجنحة تشيلسي بتثبت الفول باكس، كازيميرو جاهز يطلع على الارتكاز ناحية الكورة، ماينو جاهز يغطي حواليه. الأجنحة بتقفل العمق وبتتحكم في الفول باكس. التسعة والعشرة عاملين شادو ماركينج على الستة، وتمركزهم ناحية البوزيتيف سايد مديهم قدرة يقربوا من قلوب الدفاع ويضغطوا على الكورة، وفي نفس الوقت قافلين خطوط الباص على الستتين اللي وراهم. لكن في اللقطة دي يونايتد حاول يعمل نفس اللي السيتي عمله في نهائي الكاس قدام أرسنال، يقلب الجناح لجوه ويطلع الفول باك لفوق ويخلي قلب الدفاع ناحية الكورة يطلع يمسك الجناح، وبكده المباراة مان تو مان على مستوى الملعب كله. بس زي ما احنا عارفين كاريك بيفضل الزونال اكتر من المان تو مان، فيونايتد بيجبر تشيلسي يرجع الكرة الناحية التانية من الملعب، وده بيبقى الإشارة لكازميرو إنه يتحرك ويقفل خطوط الباص ناحية موقف الواحد ضد واحد فوق. يونايتد بيحبس تشيلسي على الناحية اليمين، كازميرو يقدر يبقى اجريسيف هنا عشان دالوت رجع لجوه الملعب وساب كوكاريلا فاضي، بس تشيلسي بيحاول اللعب تاني. ضغط يونايتد بيخلي سانشيز يلعب باصة وحشة لكوكاريلا، ويونايتد بيكسب فاول من مكان متقدم. ده شيء ايجابي جدا نشوفه. كاريك عايز يدافع زونال والسيستم في الاساس ده زونال، بس اللحظه المناسبه لازم الضغط يبقى مان تو مان، فاقصى ضغط على الكوره. الزونال بريس بتاع يونايتد كان سهل الاستغلال شويه لحد دلوقتي. تحت شويه الزونال بريس بيبدا يشتغل، وبرضه بنشوف تشيلسي ب 4-2-4. خط دفاع يونايتد الاربعه بيتعاملوا مع الثلاثه اللي قدام بتوع تشيلسي، وده مدي تشيلسي زياده عدديه، بس بسبب التنسيق بين لعيبه يونايتد الفريق متماسك وكومباكت،
وبيمنع تشيلسي يستغل الميزه دي. برونو بيطلع على قلب الدفاع عشان المسافه قريبه وتسمح له يعمل كده. هاتو بيلعبها لفوفانا. سيسكو بيبدا يضغط ويونايتد بيحاول يحبس تشيلسي على الطرف. ماينو ماسك بالمر. برونو بينزل على الستة. كازيميرو بيأمن قدام ومبويمو بيدخل جوه على الارتكاز. تشيلسي هنا بيتجبر يرجع اللعب لتحت، وده بيخلق سؤال ليونايتد: هل يسيبوا الفول باك ويطلعوا مان تو مان؟ يونايتد شكله اجريسيف في العمق. كازيميرو وماينو بيبدلوا الادوار ما بينهم، بس مبويمو على الطرف هادي شويه عشان دالوت متثبت وراه، فعشان كده يونايتد بيهدي اللعب وبيعمل سيت اوف. الخطوه الجايه بالنسبه لي لليونايتد انه يبقى اكتر جراءه في النوع ده من اللحظات. ممكن ما كانش ينفع يتحول مان تو مان في اللقطه دي، وده عادي، بس انا بتكلم بشكل عام. كان نادر جدا نشوف فريق كارك فعلا بيتحول لمان تو مان بريس. دلوقتي مفيش مشكله عندي في ده. على المدى الطويل دي حاجه هتساعد توازن يونايتد الحالي وتنقله من فريق متوازن لفريق تكتيكي توب. التعديل التكتيكي ده مع الجوده اللي عندهم ممكن يخلي كارك ينجح على المدى الطويل. بالنسبه لروزينير وتشيلسي، هم لعبوا تحت ايد يونايتد اول 55 دقيقه من الماتش لحد ما غيروا الشكل ل 3-1-6 مع الفول باكس الاثنين داخلين لجوه. بص على تأثير التغيير ده من هنا. تشيلسي بدأ يخلق وقت ومساحة لقلوب الدفاع مع الأجنحة متثبتة. تشيلسي نقل اللعب من انه بيلعب قدام يونايتد في نص ملعبه لانه خلى يونايتد ينزل لتحت اكتر. كل ده عشان شال لعيب من البناء ولعب ب4 وفوق 6. تشيلسي وسع برونو وسيسكو عن بعض وثبت الفول باكس وهاجم ب6 فوق بدل 5، وده خلى تشيلسي يفضل ضاغط باقي الماتش، وكانوا مش محظوظين ان هم ما خرجوش بتعادل. تقدر تشوف ازاي الوصول للعيبه قدام بقى اسهل، ومعاه المشاكل اللي عملها اليونايتد مع عدد كبير من اللعيبه بتجري في المساحات فوق. بالنسبه لروزينير، رغم الانتقادات انا لسه معاه. تشيلسي جاب مدرب لسه مش خبره، اقل حاجه يعملوها انه يدوله فرصه وانه يثبت نفسه طالما هم اللي جابوه من الاول، خصوصا انه ورانا انه عنده امكانيات كويسه. وبكده نكون خلصنا تحليل النهارده. قول لي في الكومنتات عايزني حل الماتش ايه، ولو عجبك التحليل ادعمني بلايك واشترك عشان يوصلك التحليل الجاي، وشير لاي حد بيحب الكرة زيك عشان يستلم ويشوف. سلام.